تمكنت عناصر من الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية الآمن بمدينة تيزنيت من حجز طنين و875 كيلوغرام من الدقيق الفاسد، وتم توقيف جوج الأشخاص اللي كيتشتبه تورطهم في حيازات وترويج هاد المواد الفاسدة وتزوير علامة تجارية. وتم توقيف المشتبه فيهما نهار الثلاث أمام واحد المخبزة اللي كيسيرها واحد منهم، وذلك في الوقت اللي كانوا فيه تيقوموا بعمليات إفراغ الخناشي القدام من وحدين اخرين جداد باش يبيعوها على أنها صالحة للاستهلاك. ونتيجة عملية التفتيش في هذه القضية تم الحجز على 73 كيس واللي كيحتوي على 2 طن و875 كيلوغرام من الدقيق، واللي تبين عدم الصلاحية ديالو للاستهلاك بعد عملية تنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعلاوة على حجز 81 خنشة فارغة وآلة لخياطة الأكياس واللي كيتشتبه في استعمالها في هذا النشاط. وتم الاحتفاظ بالمشتبهين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث واللي غيجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذلك رصد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال.